ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك قلبي فيديو جديد زي ما انت شفت في عنوان الفيديو. تحديث نسخ العكس. حدث لك دلوقتي في الفيديو ده نسخ العكس اللي عندك كلها. تابع الفيديو لحد الاخر عشان في حاجات مهمة اقولها لك جدا. تمام. لو كان صاحبي انت مش مشترك عندي في القناة، انزل اعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس وحط لك كومنت للفيديو. تمام. النسخة اللي نزلكوا التحديث بتاعها نسخة الواتساب اللي هي الصفرا والتانية الحمرا. هقول لكم تعملوا ايه فيها دلوقتي برضه، ازاي تحدثوها وتعملوا الكلام ده كله. تمام. اول حاجه هتعوزوا ام تي مانجر هيكون موجود في وصف الفيديو، او مش موجود في وصف الفيديو. هتخش على جوجل كروم اللي هو ده، وهتكتبوا ام تي مانجر في البحث وهيظهر لكم تنزلوه عادي. تمام. بعد كده تحطوا النسخه في ملف هيكون بالشكل ده كده. تمام. بس كده خش على النسخه بقى ونشوفها. ايه ده يا صاحبي؟ دي النسخه ده بتاع الجديد، الشكل الجديد بتاعها بالشكل بتاع الصف اللي فوق. تمام. ده كده دخلك كده على الرقم والحسابات. خش زرار العكس. خش كده زرار العكس. عندك هنا يقولك اشترك في قناة تليجرام، برضه الموافق يدخلك قناة تليجرام. تمام. ده طبعا نسخة من جي بي. خش بقى صاحبي على الخصوصية والقفل. هتلاقي كده زرار عكس الرسائل لحظر الأرقام، هتفعل الزرار بالشكل ده. تمام. تيجي عند حط رقم حروفك كده هنا، مثلا تكتب أي رقم. دخلك جوه الشات معكوس. تمام. نبقى نشوف تيجي عند الإبلاغ عن. طب عملت صح عملت صح، متشارة طبعا كالعادة. تعمل إبلاغ. الشاشة ثابتة، تعمل معاك إبلاغات كتيرة جدا، تعمل 100 إبلاغ في دقيقة. وده اللي بيميز النسخة ديت عن النسخة اللي هي موجود فيها العلامة دي. عشان كده معظم النسخ تلاقي دلوقتي بتشال من علامة الصح وشاشة إبلاغات ثابتة بالشكل ده. تقدر تعمل إبلاغات براحتك. تمام. لحد ما تخلص تعمل إبلاغات من جوه. في شتات بتبقى علامة الإبلاغات دي متشالة، هي مش في كله. ففي واخد بالك، فهو فيهم وفيهم. والنسخ برضه يعني دي كنت نسخة تانية بنفس دي زيها برضه، بس مغير لها الحزمة بيبقى موجودة. حصل معاك المشكلة دي كده، تيجي على 3 نقط المزيد إبلاغ. ادي كملت إبلاغ من جوه الشات، نفس النظام مزيد إبلاغ، نفس النظام اهو. تمام. خلصت خالص. تيجي مزيد إبلاغ في علامة الصح، اديله الإبلاغ بتاعك الجميل. بس يا حبيب أخوك. تمام. ده كل الحوار، يعني مش صعب ولا حاجة. وعايزين بند برضو، البند اللي أنا منزله آخر بند ده يعتبر شغال بس من نسخ كتيرة بقى. هو شغال بس من نسخ كتير، فانتوا جربوه يشتغل معاكم. خش نفس النظام الشات معكوس، تديله الإبلاغات بتاعته من فوق، وبرضه نفس النظام من جوه الشات وتديله الإبلاغ والحظر. تمام. في مشكلة بقى تواجهكوا اللي هي ايه؟ مثلا هي مش هنا. خش على النسخة دي مثلا اهي. دي متحدثة، بس أول ما بتحدث النسخة وتخش عليها هيظهر لك دي لتوفر تحديث للتطبيق. تمام. زي كده هيظهر لك دي اللي عليها يقول لك النسخة عايزة تتحدث، بس النسخة مش عايزة تتحدث. هي بتظهر كده في كل النسخ عموما. دي بتظهر كده أول ما بتحدثها، مش عارف دي من ايه أصلا، بس هي بتظهر كده في كل النسخ الفترة دي. هتخش هنا على زر العكس، هتخش تعمل أي حاجة، ترجع هتلاقيها. بص يعني بتتشال في معظم النسخ، بتخش على أي حاجة وبترجع بتلاقيها اتشالت. بس النسخ مش عايزة تحدث. هتخش على مثلا ايه كده التحديثات، بحث عن تحديث جديد. بس عشان النت فاصل دقيقة. هتضغط كده عند البحث عن تحديث جديد. هتلاقي بيقولك إصدارك الحالي محدث بالفعل، لا يوجد تحديثات متوفرة. يعني ده آخر إصدار منها في الوقت ده. تمام. فهي انت بتشوف يعني دلوقتي اختفت. بتختفي كل ما تخش على أي حاجة، بتختفي ومتظهرش تاني. خلاص كده. تمام. طب هتحدثها ازاي؟ تلاقي اللينك موجود في وصف الفيديو. بعد ما تنزله، لو عندك نسخ كتير زي دي كده بالشكل ده،
عم تنسخها كتير. طبعا انت عارف هتجيب ام تي مانجر بالشكل ده. دقيقة واحدة. تمام. مثلا هنا دي النسخة اللي عندك، دي واحدة تانية بس هنعتبر اللي هي دي. هتعمل ايه؟ هتيجي هنا وبعد كده عندك كلاون اي بي كي، هتلاقي ظهر لك دي كده، كانت اللي قبلها 16، دي 17. هتحدث لك الجديدة، واخد بالك؟ هتفعل علامة الصح دي لو مش متفعلة، وتفعل الزرار ده وتعمل اوكي. هتسيبها تحمل معاك لحد ما تحمل خالص. هقول لك دلوقتي هتعمل ايه. تمام يا حبيب قلبي، بعد ما تلاقي خلصت معاك خالص، التانية اختفت ليه، ما علينا. تظهر لك كده اتنين، واحدة باللون الأسمر وواحدة باللون الأخضر. هتمسح اللي باللون الأسمر دي، هتمسحها. بعد ما تمسحها هتثبت اللي باللون الأخضر اللي هي بقى 17. تمام. هتعمل لها انستل وتثبيت. ده موجود عندك تحديث مش تثبيت. تمام. بعد ما تثبت دي كنت مسحت دي، ده تكون مسحتها، هتثبت دي. تمام. وتعمل في دي اللي هي الجديدة نفس النظام. وبعد ما ينزل معاك واحدة تحتها كمان هنا، هتمسح دي بقى وتثبت اللي بعدها اللي هي الأجدد منها، وتكرر نفس النظام لحد ما تحدث جميع النسخ اللي عندك. تمام. بس كده، ده اللي هو حوار التحديث. طب نيجي بقى لموضوع النسخة الحمراء اللي هي، بص هي دي النسخة الحمراء، هي دي. بس انا محدثتهاش، انا عامل استنساخ للنسخة الصفراء عليها عشان لسه ما اتحدثتش، في لسه موضوع معايا فيها، فلسه هحدثها. تمام. فعشان الناس اللي وقفت عندها وفي ناس ما وقفتش عندها، ففي ناس وناس، هتجيب اصدار النسخة دي كده. تمام. النسخة اللي هي الحمراء اللي عندك، عشان بس انا جايب الصفرة مستنسخها عليها، مشغلها عليها. تمام. هتجيب ام تي مانجر، تاخد الاسم بتاعها اللي هو الاسم ده، ان اس واتساب 6. تمام، ده الاسم بتاعها. هتيجي عند ام تي مانجر بالشكل ده، نجيب عندك اي نسخة متحدثة او نسخة عندك فيها زر العكس. تمام. او نسخة اللي هي الصفرا عموما اللي هي دي، هتيجي عليها كده وتعمل نفس النظام برضو هنا، كلاون اي بي كي. وهتيجي هنا هتشيل اسم الحزمة وتحط الاسم ده وتفعل علامة الصح. تمام، اللي هو تغير الحزمة بتاعتها للحزمة بتاعت النسخة الحمراء، وتنزل مكانها عشان تشتغل عندك. انت فاهمني؟ بس ما عرفش اعمل انها تعملها من اي بي كي اديتور عادي جدا بدون اي مشاكل يعني، او من ام تي مانجر من اي طريقة. ممكن تستنسخ الحزمة بالحزمة دي، تستنسخها بدي، وهتعمل اوكي وهتثبتها لحد ما تنزل معاك. هتعمل لها اوكي من هنا كده، هتنزل معاك في الواجهة دي كده، وتثبتها وتشتغل معاك عادي جدا، عشان الناس اللي وقفت عندها بس. ودي حاليا النسخة الصفراء متحدثة كل حاجة تمام، فيها زرار العكس ونسخة ضرب الإبلاغات. تمام. لو انت عارف تعمل الكلام ده كله، خش على قناة تليجرام هنزلها هناك برضو. خلاص، كنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو انت وصلت لحد هنا متنساش تعمل اشتراك للقناة. وسلام يا شباب.